اول وهله كده وانا بحكي، انت اول ما تسمع ده، لو اول مره تسمع عن حادثه مدينتي هتقول ده ظابط. هو فعلا طلع ظابط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخينا لقى مجموعه من المدنيين متجمعين حوالين عربيته، وهو ظابط نقيب طبيب في القوات المسلحه المصريه. فطبعا النعره العسكريه الجميله نقحت عليه، فقرر انه يقول لهم ايه اللي انتم بتعملوه. قالوا له والله الولد خبط عربيتك بسكوتر خدشها، فاحنا عايزين نشوف نديك تعويض، نعمل لك اي مصلحه. فالراجل ارتكب حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هو يا ترى النهاردة الكلام على مين؟ اكيد طبعا الهري النهاردة على مصر. هو في حد بيهري ويتكلم من بره غير الناس الخونة الهربانين بره مصر، ولازم يطلعوا سلبيات مصر واللي بيحصل في مصر؟ تعالوا النهاردة نشوف الهري على مين. ايه ده؟ أسامة جاويش؟ انت فين يا راجل؟ راجل ايه بس؟ انا اسفة ان انا اديتك لقب راجل. اكيد انت عارف نفسك ايه، اكيد وواثق من نفسك اوي. انت ايه النهاردة بقى يا جماعة؟ معانا أسامة جاويش. أسامة جاويش هو أحد تابعي جماعة الإخوان الإرهابية، يعمل كصحفي ومذيع، وكان يعمل في قناة الحوار التي كانت تبث من تركيا للهجوم على الدولة المصرية قبل أن يهرب من تركيا إلى لندن. وهو ابن القيادي الإخواني مصطفى جاويش، أحد قيادات دمياط، حصل على لجوء سياسي وبيعمل كصحفي في إنجلترا. أسامة جاويش يا جماعة بيطلع من كل حساباته على التواصل الاجتماعي علشان بس يطلع ويطلع سلبيات مصر أو أي حاجة أو أي نبذة تسيء إلى مصر. زي ما احنا عارفين يا جماعة ان في حملات ضد مصر كمان بتتوزع بالادوار على الاخوان هناك علشان يطلعوا سلبيات مصر، وطبعا عمرهم ما يطلعوا حاجة ايجابية في مصر. يعني زي وائل غنيم كده، يعني كانت ورقة ليهم واتحرقت، فبيشوفوا مين بقى بديل وائل غنيم. فهيكون مين بقى غير نرمين عادل واسامة جاويش ومعتز مطر وناس كتيرة قوي زيهم وعلي حسين المهدي. فلازم كل الناس دي تطلع تقول سلبيات مصر. عمركم سمعتهم هم قالوا ايجابيات عن مصر؟ عمر حد فيكم سمع أسامة جاويش أو علي حسين المهدي أو محمد علي أو نرمين عادل أو أيا كان منهم قال كلمة إيجابية عن مصر؟ طبعا مش هتلاقوا حد فيهم قال كلمة إيجابية عن مصر، لأن هم أصلا قابضين علشان يطلعوا أي حاجة وحشة في مصر، مش علشان يطلعوا حاجة حلوة في مصر، لأن ده تفرق معاهم هناك كتير قوي برا. لأن لو قالوا كلمة حلوة عن مصر هيبقى مصر ما فيهاش يعني اللي بقى يعديها. لازم يطلعوا أي حاجة وحشة علشان يلاقوا يعني 100 سبب إن هم يحاولوا يسقطوا مصر ويحاولوا يسقطوا المؤسسة العسكرية. هم كل همهم يا جماعة ان هم يسقطوا المؤسسة العسكرية، مش عاوزين اي حاجة تحمي مصر. يعني عايزين كده يشيلوا خط الحدود كله كده بالجيش بالعساكر بالضباط باي حاجة هناك كده على الحدود، ان هم نفسهم يدمروها علشان ما يكونش في حاجة تكون امنة في مصر. اهم حاجة ان هم يدخلوا بس هم يحتلوا مصر. عاوزة اقولك يا اسامة يا جويش ان قبل ما تتكلم في اي حاجة اسمع بيان المتحدث العسكري، لان الطبيب النقيب هيتقدم لمحاكمة بتهمة القتل العمد، لان مفيش حد فوق القانون. يعني انت بتقول عشان هو بقى ضابط ولا علشان هو في الجيش والشرطة والكلام ده كله ان هو مش هيتحاسب؟ لا، هنا برضو اي حد بيعمل اي تهمة ايا كان، سواء يبقى في القيادات، سواء هيبقى في الناس المدنية، اي حد في مصر هنا بيتحاسب. مفيش هنا حد فوق القانون. فبلاش تفتي كتير وتهري كتير، لان كلكم كده عاملين زي الدبان هاجمين هجمة غير عادية على مصر. نفسي كمان اسمع حد فيكم بيطلع حاجة ايجابية عن مصر. انتوا ليه قاعدين بره كده وبتطلعوا كل السلبيات اللي بتحصل في مصر، مع ان السلبيات هنا يعني بالكتير قوي 2-3%، لكن الايجابيات حلوة جدا. يعني هنا كمان عاوزة اقول لكم ان مصر هنا حاجة تانية. كفاية ان احنا عايشين على تراب مصر، لكن انتوا هربانين بره مصر. انتوا يعني اعداء الوطن. عاوزة كمان اقول لكم ان هنا عمر المؤسسة العسكرية ما هتقع. عمرها كده، خلاها كده حلقة في ودنك، عمر المؤسسة العسكرية هنا في مصر عمرها ما هتقع. انتوا بقى بتحاولوا توقعوها من هناك، بتطلعوا بقى كل السلبيات هنا في مصر علشان بس المؤسسة العسكرية حرقاكوا على الاخر. عاوزة اقول لكم كمان الشعب المصري ما هيسمح لحد بتخريب مصر او يسمح لاي حد يوقع المؤسسة العسكرية، لان المؤسسة العسكرية دي هي حماية مصر، هي يعني ظهر مصر وهي قلب مصر. فاستحالة احنا هنا كمصريين نسمح ان حد يقرب من المؤسسة العسكرية.
فوق كده يا ابني. يوم ما تتكلم عن حد في مصر او في المؤسسة العسكرية، اي حد اللي انتوا بتقولوا كده بره ان ده عسكري او عسكر، اقل واحد فيهم البيادة بتاعته بعمرك كله، سواء انت بقى او اي حد من الاخوان او القيادات الاخوانية هناك. اقل حد في الجيش البيادة بتاعته على راسك من فوق. لان اللي انت بتقول عليهم عسكر دول واللي زيك بيقولوا عليهم عسكر دول واقفين على حدود الوطن، دول اللي بيحموا الوطن، دول اللي دمهم مالي ارض سينا. يعني روح شم ارض سينا كده هتلاقيها متعطرة بدم الشهداء. البيادة بتاعت العسكر اللي انت بتقول عليها دي على راسك من فوق. على الاقل هو واقف على الحدود بيحمي بلده، مش هربان بره بلده. بيحب وطنه، بيقدم روحه لوطنه. لكن انت اخرك ايه؟ انت اخرك ايه يا اسامه يا جويش انت واللي زيك؟ فياريت كده ارحموا الشعب شويه. انتوا عاملين كده هجمه غير عاديه، زي الدبان كده ما بيلاقي كده حاجه حلوه وبيهجم عليها، بس طبعا علشان هي حاجه حلوه. لكن لو هي حاجه وحشه عمركم ما هتهجموا عليها. ربنا يحفظ مصر واهل مصر. تعالوا كده يا جماعه نسمع الاخواني القيادي اللي هارب بره مصر بيتكلم ازاي على المؤسسه العسكريه، وبيتكلم ازاي عن بلده اللي كانت بلده، بس احنا خلاص الناس دي طلعت من حساباتنا خالص. تعالوا نسمع اسامه جويش. اهلا بيكم. من امبارح طبعا الدنيا مقلوبه على حادثه مدينتي. القصه الغريبه اللي حصلت ان في شخص ما، طفل بيلعب في كومباوند في مدينتي، فهو خبط عربيته بسكوتر فخدشها خدش بسيط كده. فجاء ابوه وامه قرروا ان هم بكل شياكه واناقه ولطف وامانه وضمير يقفوا جنب عربيه اللي اتخبطت ويشوفوا مين صاحبها، عشان يقولوا له احنا عايزين نشوف تعويض، نديك تعويض، نصلحها لك، نعمل اللي انت عايزه يعني. الشهادات المتواتره واللي نشرها على سبيل المثال موقع صحيح مصر، اللي عمل مقابله مع الدكتور حمدان اللي هو زوج الضحيه دكتوره بسمه ووالد الطفل اللي تم دهسه، بيقول الدكتور اللي هو اصلا شغال في الكويت، كان جاي يعني جايين زياره مصر او حاجه، بيقول ان احنا وقفنا جنب العربيه فخرج راجل بيقول انتوا عايزين ايه؟ انتوا واقفين كده ليه؟ انتوا مش عارف ايه. لاول واحده كده وانا بحكي، انت اول ما هتسمع ده، لو اول مره تسمع عن حادثه مدينتي هتقول ده ظابط. هو فعلا طلع ظابط. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اخينا لقى مجموعه من المدنيين متجمعين حوالين عربيته، وهو ظابط نقيب طبيب في القوات المسلحه المصريه. فطبعا النعره العسكريه الجميله نقحت عليه، فقرر انه يقول لهم ايه اللي انتوا بتعملوه؟ قالوا له والله الولد خبط عربيتك بسكوتر خدشها، فاحنا عايزين نشوف نديك تعويض، نعمل لك اي مصلحه. فالراجل ارتكب حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا فعلا يعني. الراجل عمل ايه؟ الراجل راح ركب عربيته وراح يدهس الولد. ايه؟ راح يدهس الولد، راح يدوس الولد بعربيته لانه خدشها له بسكوتر. فامه الله يرحمها راحت تحمي ابنها، قام دايسها موتها. يعني الروايات بتقول ان هو داسها في الرصيف ومش عارف ايه ورجع عليها بالعربيه. ماتت والده الطفل الدكتوره بسمه الله يرحمها. الولد جاله كسور كبيره جدا دلوقتي في مستشفى. والراجل ابوهم بيحكي الواقعه وبيقول يا جماعه الخير، احنا اصلا ما نعرفش مين ده ولا اي حاجه، واحنا متفاجئين من رد فعله. احنا ناس كنا عايشين بره مصر، جينا مصر من فتره، اشترينا الفيلا اللي هي في الكومباوند بتاع مدينتي دي، وكان جارنا هو مساعد وزير والكاميرات بتاعته وثقت انه الفئه، لانه ايه اللي سرعه زي ده جوه كومباوند؟ معلش يعني انت مثلا طلعت وانت جايب 70 80 مايل وانت جوه الكومباوند، يا جماعه كلموا ناس عاقلين يعني. طيب هيطلع واحد تاني يقول لك لا يا باشا ما هو اصله يمكن مش دي الروايه فلننتظر التحقيقات. هقول له صح. احنا السنه اللي فاتت يا بيه في ضابط جيش شبه ده برضو كده طيار دخل على مستشفى اوسنا، كانت مراته تعبانه وقام نازل بالكرابيج ورفس برجليه زي الكذا في بطن ممرضه واعتدى على طعم التمريض، والتمريض قالوا ان جالها اجهاض ومش عارف ايه. قال لك ضابط شرطه فلننتظر التحقيقات، نحن دوله قانون ونحن نحيي القانون ونحترم القانون. وطبعا طب يا باشا يلا نروح لمحكمه الجنايات. لا جنايات ايه ولد عيب، ده ضابط في القوات المسلحه. ايوه يعني ايه حضرتك؟ انا ضابط في القوات المسلحه هروح النيابه العسكريه. النيابه العسكريه ايه؟ ما هو الضحيه مدني، ماليش دعوه. والراجل معترف. حصل ايه بقى في يناير اللي فات؟ النيابه العسكريه تبرئ الضابط الطيار لانه في القوات المسلحه المصريه، وقالوا انه ما حصلش اي حاجه ولعدم كفايه الادله. الله، يعني النيابه العسكريه بتبرئ رجالتها اهو. ايوه، طب ليه؟ لانه ماده 1 في القانون العسكري لما بتفتح الكتاب بتسمعها بصوت السيسي، هو بيقول ما فيش ضابط هيتحاكم. فالقاعده الرئيسيه بتقول ان الضابط الافندي اللي دهس دكتوره بسمه ودهس ابنها الطفل الصغير ما حدش هيقرب له. راح بقى نيابه عسكريه، راح مش عارف ايه، طالما القصه ليها علاقه بالنيابه العسكريه وليها علاقه بالمحاكم العسكريه فالراجل ده مش هيحصل له حاجه. ليه؟ لانه الضحيه مدني. عارف انت لو كان دهس ضابط زيه او مرات ضابط، هنا بقى ندخل في النفوذ العسكري في الموضوع. مين عنده قرب اكتر من القيادات العسكريه عشان يعرف يحكم ليه يعني. لكن طبعا بما ان الضحيه مدنيه فما حدش هيعمل حاجه، والراجل ده يروح المحكمه العسكريه او النيابه العسكريه بيقول لك سلم نفسه. موقع صحيح مصر كاتب شهاده الدكتور زوج الدكتوره بسمه الله يرحمها بيقول انه الضابط سلم نفسه للنيابه العسكريه وانهار هناك وقال انا ما اعرفش انا عملت كده ليه، الغرور ركبني. الغرور ركبك يا بيه وانت راكب على الشعب كله، فلان حضرتك عسكري. اللي هيحصل يا حضرات انه الراجل ده هيطلع براءه
الراجل ده مش هيحصل له اي حاجه، كويس، عربيته مع سبق الاصرار والترصد ودهس الدكتوره بسمه فقتلها، فدي جريمه قتل مع سبق الاصرار والترصد، قتل عمد. يعاقب الشخص اللي يرتكب هذه الجريمه بالاعدام، ده وفقا لمواد قانون العقوبات المصري الماده 230 اللي بطبيعه مدينتي بتجسد لك الواقع اللي احنا عايشين فيه. عساكر بيحكموا البلد شايفين المدنيين دول مواطنين درجه 10 او يمكن مش مواطنين اصلا، بيستحقوا القتل، الضرب بالكرباج في المستشفيات، بيستحقوا الدهس بالعربيات. وروح يا ابني لماما حبيبتك النيابه العسكريه عشان هي اللي هتطبطب عليك وتقول لك بس ولد ما تخافش، احنا هنا في النيابه العسكريه مفيش حد هيعمل لك حاجه، مفيش حد هيقدر يعمل لك حاجه، لانه الماده رقم 1 في القانون العسكري نص عليها عبد الفتاح السيسي من 10 سنين في بدايه العشريه السوداء لما قال انه مفيش ضابط هيغلط هيتحاكم. خلص الكلام ده. للاسف احنا امام واقع مزري جدا، الدلائل بتبقى قدام الناس كلها لكن العساكر ما حدش بيقرب منهم وما حدش بيحاكمهم. ربنا يرحم. احنا في 10 سنين اللي مقوي قلبه هو الرتبه اللي بتحكم، اللي مقوي قلب العساكر اللي طايحين في البلد هو العسكري اللي بيحكم اصلا، انما المدني مش حد مقوي قلبه. لا يجرؤ مواطن مدني انه يعمل اللي الضابط عمله. فبس قبل ما تبرروا مره ثانيه، عباس بيه لو سمحت، احمد طاهري لو سمحتوا، اهدوا، هدوا العيال بتوعكم، علموهم الاول يردوا يقولوا ايه، لان القصه كل مره بتردوا بتخبط في صدركم في الاخر وبتقلب غم على دماغكم. احنا في 10 سنين اللي مقوي قلبه هو الرتبه اللي بتحكم، اللي مقوي قلب العساكر اللي طايحين في البلد هو العسكري اللي بيحكم اصلا، انما المدني مش حد مقوي قلبه. لا يجرؤ مواطن مدني انه يعمل اللي الضابط عمله. فبس قبل ما تبرروا مره ثانيه، عباس بيه لو سمحت، احمد طاهري لو سمحتوا، اهدوا، هدوا العيال بتوعكم، علموهم الاول يردوا يقولوا ايه، لان القصه كل مره بتردوا بتخبط في صدركم في الاخر وبتقلب غم على دماغكم.